سلام. اليوم وصفة جديدة وطرطة جديدة ديال البيستاش بكريمة اقتصادية وواحد الكلاصة حتى هو اقتصادي. بقاو معنا حتى الاخر. بالنسبة للجينواز غنستعملو 5 البيضات بدرجة حرارة الغرفة. كنفصلو الصفار على البياض. من بعد كنضيفو قبصة ديال الملح وكنخفقو البيض مزيان بسرعة عالية. وكنضيفو السكر بالتدريج. نستمر في الخفق بدرجة عالية حتى كتعقد لينا الخليط ديالنا وكيتكون لينا المنقار. من بعد كنضيفو صفار البيض حبه حبه، وفي هاد اللحظه كنخفضوا سرعه الخفق لادنى سرعه. كنضيفو نكهه البيستاش هاد نكهه البيستاش كتباع في جميع المحلات الحلوانيه. كنخفقو دائما بسرعه منخفضه. وهنا لتعزيز اللون ضفت اللون الاخضر، هذا ملون غذائي كيبقى اختياري هاد المرحله، لان نكهه البيستاش حتى هي كيكون فيها الملون الاخضر. من بعد كنضيفو الدقيق تدريجيا على 3 مراحل مع التغربيل، وكنخلطو الكل غير بشويه بهاد الحركه دائريه على هذا الشكل، حيت خاص الهواء ديال الجينواز ديالنا ما يخرجش، تبقى دائما مرتفعه، لان الجينواز ما تنديروش فيها الخميره. انا كنخدم السباتشول باش نجمع الجوانب، ومن بعد كنديرو في الاطار او المول. انا كنستعمل المول 16 سنتيمتر. من بعد كندخلو لدرجه حراره 150 مع حراره مستقره ماشي مروحه هوائيه. من بعد كنتقلو للكريمه. انا كنضيف نصف لتر حليب، كنضيف 4 المعالق ديال مايزينا او كريم باتيسير اللي توفر في البيت. توفرت الكريم باتيسير نحطو الكريم باتيسير، ما توفرتش نحطو 4 معالق مايزينا نفس المقدار. كنضيفو من نكهه البيستاش او الفستق. كنضيف قليل من الملون لتعزيز اللون، السكر حسب الذوق. هنا توفر عندي الروح ديال البيستاش، ضفت قطرات، ولكن النكهه الاولى تكفي. اذا ما توفرش الروح النكهه الاولى تكفي. كنخلطوا الكل جيدا، كنحطوه فوق النار هادئه مع التخلاط، يعني نبقاو نطربوا. ومن بعد كندوزوه في الميكسور باش يبقاو شي حبيبات كنطحنوهم. كنضيفوا 50 غرام ديال الزبده او ما يقارب معلقه كبيره. كنخلطوا الكل جيدا، ومن بعد كنغطيوه بالسلوفان على وجهها، كريمه ماشي من الفوق، على وجهها مباشره. وكنحطوها في الثلاجه 4 سوايع على الاقل، او ليله كامله من الاحسن. هنا الكيكه ديالنا من خرجت من الفرن كتستغرق 50 دقيقه، ما بين 45 حتى 50 دقيقه. كنخليوها ترتاح حتى هي 4 سوايع حتى تبرد، ومن بعد كنقطعوها الى شرائح. انا خليتها ليله كامله. ومن
بعد كان بالنسبه للكريمه تنخرجوا الكريم باتيسير اللي صوبنا من قبل، كنضيفوا على 150 غرام ديال الكريم شونتيي غبره. راه كريم شونتيي غبره كتباع في جميع المحلات. كنضيفوا ليها ياغورت ديال البيستاش. انا توفر عندي دانيت، ولكن حتى ياغورت ديال البيستاش يكفي. كنضيفوا سكر كلاصي حسب الذوق، وكنطربوا الكل جيدا حتى كيعطينا هذا الشكل هذا. كيعطي واحد الكريمه ناعمه الملمس، كتفتح اللون ديالها، وكتكون كريمه متماسكه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. من بعد كنديروا الكلاصاج كاس لاروب ديال الماء، معلقه كبيره ديال مايزينا، دائما النكهه ديال البيستاش، والملون الغذائي لتعزيز اللون. وكنضيفوا معلقه كبيره السكر، وكنحطوه فوق النار هادئه. بالنسبه للكلاصاج ما تنخليوش يطيب بزاف بحال الكريم باتيسير، غير كي يغلى كنطفيو عليه. كتشوفوا معايا هنا غلا ليا، غنطفي عليه ونحطوه على جنب. هنا كنبداو الدريساج ديال التورته ديالنا. كنحطوا القطعه الاولى ونسقيوها بالحليب. كنديروا طبقه من الكريمه فوقها، وكنحطوا قطع من البيستاش فوق الكريمه. قطع بسيطه. هنا عندي تقريبا 50 غرام ديال البيستاش غنستعملها في التزيين. وكنستمروا على نفس الطريقه، نحطوا طبقه من الكيك وكنسقيوها بالحليب وطبقه من الكريمه حتى كنساليو جميع الطبقات ديالنا. شويه البيستاش وكنرشوا بالحليب ونديروا الكريمه ديالنا حتى كنساليو جميع الطبقات. بالنسبه الاطار اللي خدمت عليه، هذه غير كرتونه عاديه كتغلفوها بالالومنيوم، كتساعدكم في الخدمه. كتدوروها وتخدموا الكيك ديالكم كتدور بسهوله. من بعد كنزينوا الجوانب بالكريمه. كناخذوا سباتول صغيره ماشي كبيره، غير سباتول صغيره. لقينا شي بلاصه خاويه كنديروا فيها الكريمه وتنخدموا بالسباتول حتى كنقادوا الملمس ديال الجوانب. ومن بعد كنجيبوا الكلاصاج ديالنا وكنخدموا على هذه الطريقه باش يعطينا شكل الدمعه. بالنسبه للكلاصاج، اللون ديال الكلاصاج كنتحكموا فيه غير بالملون الغذائي. لو بغينا لون اخف او لون يكون غامق كنضيفوا اللون. هنا كناخذ بوش وندير فيه الكريمه اللي بقات ليا، وكنزوق عاوتاني الوسط بالكلاصاج. هنا حطيت قطع من البيستاش كنلصقوها في الجوانب، وكنزينوها بقطع ديال الفرomباز او الفريز او اي فاكهه توفرت في البيت. ومن بعد كناخذوها كنحطوها في الطوسيل اللي غندريسيو فيها نهائيا. الكيكه كتجي متماسكه، ما تخافوش منها. وكنزينوا التحت ديال الكيك ديالنا بالكريمه. وهذه هي النتيجه النهائيه. كما كتشوفوا كتجي كيكه زوينه وشكلها في الشكل وفي المنظر وحتى في المذاق. كتجي خفيفه. كتجي على 3 طبقات على هذا الشكل. نتمنى الفيديو يعجبكم وتبقوا معنا ان شاء الله في الفيديوهات المقبله. والى اللقاء وسنه سعيده وباش ما تمنيتوا ان شاء الله.